لو جيت تسألني عن ايه هي افضل مسلسلات مصرية على الاطلاق، لازم هيكون مسلسل لن اعيش في جلباب ابي من ضمن المسلسلات دي. ده لان المسلسل قصته جامدة جدا ومتنفذ بطريقة بسيطة قوي. بيبدأ مسلسلنا مع عبد الغفور البرعي، الشخص اللي جاي وكالة البلح مقطوع من شجرة بالمعنى البلدي كده. بيتهم وعفشهم اتباع في مزاد علني وبقى ما حلتوش اي حاجة. بيروح عبد الغفور البرعي للمعلم ابراهيم سردينة عشان يقول له ان انا جاي لك من طرف حنفي العنبري، الشيخ حنفي العنبري اللي من الواضح كده ان في بينه وبين المعلم ابراهيم سردينة ود كبير جدا. انا جاي لك من طرف الشيخ حنفي العنبري. الشيخ حنفي العنبري ده وحشني قوي قوي وبيسلم عليك قوي قوي وبيقول لك نفسه في اكل الكوارع. والله زمان. وعدم المؤاخذه بعتني تشوف لي لقمه عيش. وعلى طول المعلم ابراهيم سردينة بيقول لعبد الغفور يلا يا عبده خش اشتغل وشيل مع زمايلك. في اللحظه دي ما كانش في حد عارف ان عبد الغفور ده هيكون اكبر معلم في وكاله البلح، ولكن عبد الغفور هو شخص مجتهد جدا وذكي جدا، وبجانب ذكاء عبد الغفور واجتهاده هو برضه شخص محظوظ جدا. عبد الغفور بيبدا ان هو يتقرب اكتر واكتر للمعلم ابراهيم سردينة، وزي ما بنقول دلوقتي كده بيبدا يطبل للمعلم ابراهيم سردينة اكتر. تطبيل ممكن يكون غرضه نبيل من عبد الغفور البرعي وقتها، ولكن دي حاجه خلت المعلم ابراهيم سردينة يحب عبد الغفور اكتر. يعني مثلا بنشوف ده في مشاهد لما عبد الغفور بيقف يتعلم منه وكأن المعلم ابراهيم سردينة ده مدرسه قدامه، وفي مشاهد تانية مثلا زي ان هو بيجري يروح يجيب له الشيشه ويجي يقعد تحت رجله ويرص له الحجر. زي ما قلنا ان ممكن يكون الهدف من كل ده هو هدف نبيل، هدف مخلي عبد الغفور البرعي خايف على شغله وخايف للمعلم ابراهيم سردينة يمشيه وهو ملوش اي حد. ولكن كل اللي كان بيعمله عبد الغفور البرعي مع المعلم ابراهيم سردينة ده خلى المعلم ابراهيم سردينة يحبه اكتر ويتعلق بيه اكتر ويحاميله اكتر قدام اي حد بيقف ضده. وفي اخر اليوم الاول لعبد الغفور في الوكاله بتاعه المعلم ابراهيم سردينة بيسالوه بيقولوا له انت ليك مكان تبات فيه عبده ولا لا؟ فعبد الغفور بيطلع حتى ملوش مكان ان هو ينام فيه ليله واحده بس. الحاج بيسال هتبات في ايه؟ في اي حته يا حاج. يعني ايه في اي حته؟ عندك مكان؟ لا هقعد على القهوه. وطبعا عشان المعلم سردينة شاف في عبد الغفور ده نفسه زمان وهو صغير في بداياته، قال له ان هو هيبيته في الوكاله عنده. عبد الغفور محظوظ لانه لقى واحده زي فاطمه تحبه وتقف جنبه بالشكل ده وتؤمن بيه وتؤمن ان هو في يوم من الايام هيكون حاجه كبيره. لو هنروح نبص على شخصيه عبد الغفور البرعي دي هنلاقي ليها كذا نقيض في المسلسل ده، زي مثلا مرسي اللي كان شغال عند المعلم ابراهيم سردينة قبل ما عبد الغفور البرعي يجي، واللي كان زي ما بيقولوا كده هو اللي على البساط. وفجأة عبد الغفور البرعي بيسحب البساط منه بنشاطه وباجتهاده ده. مرسي اللي مع الوقت ده كله اللي قعده في الوكالة ما فكرش يعمل حاجة لنفسه وما فكرش ان هو يتطور ويكون معلم. يعني شخصية مرسي دي بعد ما بيخلص الشغل بالليل بيروح يصرف كل اللي هو اشتغل بيه طول اليوم في القهوة، على عكس عبد الغفور اللي لما بتبدأ فاطمة تشوف له أوضة جنبهم وبيبدأ يكون ليه سكنة غير نومة الوكالة، بنلاقي ان عبده بيبدأ يشيل القرش على القرش، ما بيروحش يقعد على القهوة ويضيع كل فلوسه زي ما مرسي بيعمل. عبد الغفور بيبدأ ان هو يفكر اكتر واكتر ازاي يكبر في السوق، وده من خلال لما بيكتشف ان في سوق تاني بيفتح يوم الاجازة، سوق للناس السريحة والفريشة اللي بياخدوا البضاعة من بتوع الربابيكيا ويفرشوها في الشارع. وبيبدأ عبده يفكر ان هو يكون وسط الناس دي، وبالفعل بعد خناقة وبعد مشاكل كتير جدا عبد الغفور بيبقى ليه مكان وسط الناس دي وبيقف يبيع. وبيبدأ عبد الغفور يكبر اكتر في عين المعلم ابراهيم سردينة، والمعلم ابراهيم سردينة بيبدأ اكتر يتنبأ ان هو هيكون شخصية ناجحة فيما بعد وبيبدأ يعتمد عليه في كل حاجة. وده اللي بيغيظ مرسي اكتر واكتر وبيخلي الغل يخش في قلبه. مرسي بيعمل كذا خطة عشان يوقع عبد الغفور، ولكن ربك بقى لما يريد بيعدي اي حد من اي حاجة، وكل خطط مرسي دي بتفشل وعبد الغفور بيعدي منها زي الشعرة في العجين. لكن لو هنروح نبص على نقيض تاني لشخصية عبد الغفور برضو، فهي شخصية سيد كشري اخو فاطمة اللي هيتجوزها عبد الغفور. شخصية ممكن يكون عنده البيزنس الخاص بيه عربية الكشري، ولكن سيد عمره ما فكر ان هو يكبر نفسه ويفتح محل كشري او حتى سلسلة محلات كشري. وده لان تفكير سيد برضو هو تفكير متغير عن تفكير عبد الغفور.
سيد اللي كان بيشتغل بس عشان ياكل ويشرب ويقعد على القهوة يشرب شاي. عبد الغفور بيبدأ يكبر اكتر واكتر من تجارته لوحده، وبيبدأ ان هو يبعد عن وكالة المعلم سردينة اللي بدأ معاه، وده طبعا بإذن المعلم سردينة. الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة كان عامل دور اكتر من رائع في المسلسل ده. الشخصية الطيبة دي كما يجب ان تكون، اللي وقف جنب عبد الغفور البرعي في البداية وكبرته، كان السبب ان عبد الغفور يبقى في المكانة اللي هو فيها دي. وبيبدأ عبد الغفور البرعي ان هو يفتح محل ليه لوحده. الدنيا بتمشي في المحل ده، وعبد الغفور بيبدأ يكبر اكتر واكتر في السوق. ولكن طبعا عبد الغفور عشان هو شخص طموح ونفسه يوصل لمكان عالي جدا، ما وقفش بس عن الاحلام البسيطة اللي هو حققها دي، زي ان هو مثلا يتجوز فاطمة او يفتح محل. عبد الغفور كان دايما بيفكر ان هو يعلي من نفسه ويطور من نفسه اكتر واكتر حتى في النجاح اللي وصل له. وشخصية عبد الغفور بعد ما نجح دي بتعكس شخصية محفوظ ابن المعلم سردينة، اللي جه لقى فلوس ابوه على الجاهز وما حاولش ان هو يطورها او يكبرها اكتر من كده. حيلة مثلا ذكية جدا من عبد الغفور، زي ان هو بيبتدع ان هو لقى كنز كبير جدا عشان يبقى له هيبة في السوق، والناس كلها تعرف ان هو معاه فلوس ويقدر يكسب اي مزاد، والمعلمين كلهم يخافوا منه ان هو يخش المزاد ده ويرسي عليه. عبد الغفور بيبدأ يكبر اكتر واكتر واكتر. تجارته ما بتتوقفش بس عند تجارة الخردة، ده كمان بيخش في مجال العقارات، وبيبدأ ان هو يكون ليه عماير وفيلا بيأجرها لمكان دبلوماسي مشهور. وبيبدأ عبد الغفور يخرج من السكنة بتاعته اللي هو اتجوز فيها وبدأ فيها، وبيبدأ يروح عمارته في الزمالك. ودي تاخدنا لتاني حيلة ذكية عملها عبد الغفور، وهي لما الوزير راح عشان يشتري شقة من عبد الغفور. الوزير بعت 2 عشان ياخدوا عبد الغفور وكأنهم قابضين عليه. ولما وصل عبد الغفور هناك وراح وقعد قدام الوزير وعرف ان الوزير عايز يشتري شقة، قال له انت لازم تجيلي هناك عشان تطلب الشقة دي مني. شوف يا سيادة الوزير، ما حدش يزعل من الاصول. انا لما بحتاج حاجه من ايها مخلوق بروح لغايه عنده، وبرضه اي حد عايز مني حاجه لازم يجي لغايه عندي. تمام يا معلم، لكن بس سيادتك هتقول لي، لكن انا هقول لك ما تاخذنيش. ودي حاجة ذكية جدا من عبد الغفور. حاجة ذكية ان معلمين السوق كلهم لما هيلاقوا وزير جاي لعبد الغفور البرعي هيبدأوا يهابوه اكتر، وهيبدأ صيته يزيد ويعلى في الوكالة، وده بالفعل اللي حصل. ما جبتش سيرته، المعلم عبد الغفور البرعي اجدع واحد في الوكاله كلها. لكن بالرغم من ذكاء عبد الغفور البرعي ده كله، وبالرغم من كل الحاجات اللي هو عملها دي، وبالرغم من كل النجاح اللي هو وصل له، في برضه جوانب سلبية في شخصية عبد الغفور البرعي دي، زي مثلا ولاده اللي هو فشل ان هو يربيهم تربية كويسة. ما طلعش فيه انفلات او حاجة مثلا في ولاده، ولكن فشل ان هو يقرب من ولاده اكتر، وخصوصا ابنه عبد الوهاب اللي كان بيعامله بطريقة قاسية جدا وهو صغير. وده طبعا في اعتقاد من عبد الغفور ان هو لما يعمل كده الولد هيطلع شاطر وكويس وهينفع نفسه، مش هيطلع متدلع زي عبد الغفور اللي من حكايته اللي حكاها للمعلم ابراهيم سردينة قبل كده ان هو كان متدلع وابوه كان مدلعه ومعودهوش على الشغل. عبد الغفور خاف لا يقرر فشل ابوه في تربيته في ابنه عبد الوهاب، وقرر ان هو يقسو عليه جدا. القسوة في المعاملة في طفولة عبد الوهاب دي هي اللي بتطلع شخص مذبذب مش عارف هو عايز يعمل ايه، بيعمل كذا حاجة في بعض. وكمان بنات عبد الغفور اللي اي نعم بيطلعوا محترمين جدا، ولكن فشلهم في العلاقات الزوجية بسبب غنى ابوهم هو ده المشكلة الكبيرة. ان اي عريس بيجي يتقدم لبناته دول بيكون غرضه بس فلوس ابوهم عبد الغفور، ما بيكونش غرضه البنات دي. بناته اللي اتظلموا بسبب ان ابوهم رجل اعمال مشهور ومعاه فلوس كتير، ومعرفوش يلاقوا حد يحبهم بجد لشخصهم. نفيسة اللي اتجوزت خدير ابن خالها، وده بعد الحاح وتنظيم كبير جدا من فتحية مرات سيد. فتحية اللي انا بشوفها هي بتعتبر شخصية اذكى من شخصية سيد، لان هي دايما بتسعى ان هي تخليه مش سلبي وتخليه يعمل حاجة. وكمان بهيرة وسنية اللي جوازاتهم هما الاتنين بتفشل برضو لسبب اطماع اجوازهم في عبد الغفور البرعي، وهي دي الضريبة بتاعة نجاح عبد الغفور ده. حتى عبد الوهاب ذات نفسه لما راح اتجوز الامريكانية كانت هي كمان طمعانة في ابوه، وطمعانة ان هو يفتح لها المصنع اللي هي بتحلم بيه. وطبعا دي حاجة كانت مسببة حزن لعبد الغفور البرعي كبير جدا. يمكن البنت الوحيدة اللي عرفت ان هي تختار بعقلها وتختار واحد ما يكونش طمعان في فلوسها ولا فلوس ابوها
هي نظيره. نرجع لعبد الوهاب. عبد الغفور اللي كان نفسه يطلع ابنه عبد الوهاب على الفرازه ما فيهوش اي غلط، ويطلعه كمان يقف معاه في الوكاله بعد ما يكبر، ولكن عبد الوهاب ما بيختارش ده، وبيختار ان هو يتمرد على نمط الحياه والعيشه اللي عايشها ابوه وامه. ودي كانت حاجه مسببه زعل وقلق كبير جدا لعبد الغفور البرعي ولوالدته فاطمه. ولكن اخيرا عبد الوهاب بيدرك ان اللي هو فيه ده كله غلط، وانه لازم ينزل يشتغل مع ابوه. وده طبعا بعد الحاح ومحاولات كتير جدا من عبد الغفور ومن فاطمه ان عبد الوهاب يمشي في المسار الصحيح. بيفرح عبد الغفور البرعي جدا ان عبد الوهاب رجع عشان يشتغل مع ابوه ويمسك الشغل بتاع ابوه اللي هو يعتبر الوريث الوحيد ليه، واللي هيشغل الشغل ده بعد عبد الغفور لاخواته البنات. الاقي شغل عندكم لواحد زي حد. شغلانه يا حاج مفيش؟ طيب اروح ادور في حته ثانيه. استنى هنا، رايح فين؟ حته ثانيه ايه؟ اي حته يا حاج، اروح ادور على رزق. الشغل هنا على قفا من يشيل. علشان خاطرك انت بس يا حاج. اخيرا البيت بتاع عبد الغفور البرعي بيتصلح مساره تاني. عبد الوهاب بيتجوز بنت خاله، وكمان بهيره وسنيه. بهيره بترجع لجوزها تاني، وسنيه بتتجوز واحد شغال في السعوديه غير ابن الوزير اللي ضحك عليها وطلع عينيها وكان طمعان في ابوها. اداء ياسر جلال بصراحه في المسلسل ده كان اداء عالي جدا. الاستاذ نور الشريف في المسلسل ده بصراحه كان عامل اداء مبهر جدا. ابعاد الشخصيه بكل تفاصيلها، بدايه من اول ما كان عبد الغفور ده شخصيه مش لاقيه تاكل، مرورا بقى بان عبد الغفور بدا يمسك فلوس شويه، بدا ان هو يبقى ليه مكانته كده ويتقال له يا معلم، ويطلب كمان من سيد ان هو يقول له يا معلم، لحد ما بقى عبد الغفور البرعي اشهر راجل اعمال في وكاله البلح. بناء شخصيه عبد الغفور ده كان عبقري من استاذ نور الشريف الله يرحمه. وكمان الاستاذه عبله كامل كان ادائها حلو جدا في المسلسل ده. يمكن من اكتر الحاجات اللي ساهمت في ان المسلسل ده ينجح بالشكل ده هو ان الاداء كان واقعي جدا، اداء تحس ان انت قاعد في وسط العيله دي. ودي مدرسه في التمثيل عبقريه جدا، وهي ان الممثل يبقى بيمثل ولكن مش بيمثل. وده اللي قدر يحققه كل صناع المسلسل. بينتهي المسلسل باول مشهد قابل فيه عبد الغفور فاطمه، وهو المشهد اللي بيديها فيه مواصفات الكشري المثالي. ما تنسيش العدس ما تسويهوش على الاخر، والرز بعد ما تنزليه من على النار تهويه شويه. في نهايه سعيده جدا، نهايه هتخليك تبتسم في نهايه المسلسل ده. وبس كده، اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.